مسك وعنبر، ومن صلى عليه يتعطر بريح النبي. صلي عليه، صلي على سيد النبي. ألف صلاة ما تكفي، ألف صلاة ما تكفي. صلي على سيد النبي، ألف صلاة ما تكفي. صلي على الهادي المختار، وسيد النبي زهر الأنوار. صلي على الهادي المختار، وسيد النبي زهر الأنوار. جد الحسين صلي عليه، صلي على سيد النبي. ألف صلاة ما تكفي، وألف صلاة ما تكفي. صلي على سيد النبي، ألف صلاة ما تكفي. صلي على شفيع الأمة، والمصطفى يجلي الغمة. صلي على شفيع الأمة، والمصطفى يجلي الغمة. طه وياسين صلي عليه، صلي على سيد النبي. ألف صلاة ما تكفي، وألف صلاة ما تكفي. صلي على سيد النبي، ألف صلاة ما تكفي. وهادي يا هادي خير البرية، فضلك عليا يا مفتاح الجنة. هادي يا هادي خير البرية. ونهارك انت معنا. احنا بنفكر بتاع 10 سنين التالي يا سيدي. طبعا اذا مش حد يقول تقريبا 10 سنين. هو قال لك انا حتى اللي كنا نطلع بالمدنيه بالذكر. اي على حسنا يعني دي توسط ربي حبيبي صلي عليه صلي عليه الحمد لله رب العالمين. نعم تفضل ربي تفضل بخيش مبروك لهاي بخيش
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، فهذه صلاة العيد وهي سنة مؤكدة، فقوموا لها يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم فيها بالغدو والآصال. الله أكبر ولله الفضل، ولا إله إلا الله الكبير المتعال. الله أكبر المنفرد بالوحدانية في الذات والصفات والأفعال. سبحان من أطلق لساننا بالثناء عليه، سبحان من وسع رجاءنا وطمعنا فيما لديه، سبحان من يقابل هفوات عبده بالتجاوز والعفو والغفران، سبحان من يرزق جميعهم في حالتي الطاعة والعصيان. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله أكبر ما أكبر هذا الرب الكريم، الله أكبر ما أعظم هذا الرب الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي أنار عقول أهل محبته بالأنوار والأسرار، وجعل عزائمهم للعمل الصالح الذي يرضاه ربنا الكريم الغفار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الرحيم، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله الذي قال فيه الشاعر الحكيم: حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريحه، حرام شديد العيش حتى أزوره، أهنأ عيشا والفؤاد جريح، حمى الله رفعا حل فيه ضريحه، ولا زال وبل الغيث فيه يسيح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله النجباء وأصحابه السادة الفضلاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، هذا يوم من أيام الله المباركة جمعكم الله في صباحه على الطهارة والتقوى بعد أن أديتم فريضة الصيام. وفي هذا اليوم تضعون أيديكم في يد الله، تتسلمون منه جائزة التوفيق على صوم رمضان، وتمارسون فرحتكم الخالدة التي أنعم الله بها عليكم. فهنيئا لكم ما صمتم وما أفطرتم، وهنيئا لكم ما فرحتم اليوم بفطركم. وإنه لأمر عظيم الحكمة أن يجعل الله سبحانه وتعالى شعار عيد هذا التكبير الذي ترتفع به أصوات المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها وتنزل عليهم الرحمة والمغفرة. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا كان آخر ليلة من رمضان أمر الله الملائكة أن تنزل إلى الأرض فيتلقون الناس في أفواههم يقولون: يا أولياء الله، سيروا إلى رحمة الله، سيروا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويقبل اليسير ويعفو عن الكثير. فإذا اصطف الناس في مصلاه باء بهم الجليل جل جلاله ملائكته فيقول: يا ملائكتي، انظروا عبادي كيف صاموا وقاموا ابتغاء مرضاتي ثم خرجوا يبتغون رحمتي. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأوجبت لهم الجنة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل مستبشرا ليلة الفتح فضحك في وجهي، فرأيت نورا خرج من فيه أضاء المشرق والمغرب، فقال: حبيبي البشرى. فقلت: أخبرني يا جبريل وبشرني. فقال: يا محمد، ما في السماء ملك
إلا وهو يستغفر لأمتك من الرجال والنساء، ولهم بكل يوم صاموه في دار الدنيا نور عن أيمانهم ونور عن شمائلهم حتى يجوزوا على الصراط مثل البر. ثم سلم علي جبريل وقال: فقلت: حبيبي، ما أسرع ما تمضي؟ فقال: إن الله عز وجل نظر إليه، ومن نظر الرحمن إليه لا يشقى أبدا. فقلت: يا جبريل، وأنتم تفرحون في السماء لأمتي؟ قال: فنظر إليه فقال: يا محمد، نحن أشد فرحا منك لأمتك. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: يا محمد، إن الله أرحم بأمتك من الوالدة الشفيقة بولدها. فلما كان غداة الفطر سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا في الهواء يقول: يا محمد، ارفع رأسك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أبوابا قد فتحت والحور العين قد قامت على شرف الجنة، وقال بعضهن لبعض: قومي فإن أمة محمد يأخذون أجورهم من رب العالمين. قال: فتفتهل كل واحدة ببعضها وينادي بعضهن بعضا: ذلك خلقني من ربي عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: للمؤمن 5 آيات. الأول: كل يوم يمر على المؤمن ولا يكتب عليه ذنب فهو يوم وعيد. والثاني: اليوم الذي يخرج فيه من الدنيا بالإيمان والشهادة والعصمة من كيد الشيطان فهو يوم وعيد. والثالث: اليوم الذي يجاوز فيه الصراط ويأمن من أهوال يوم القيامة ويخلص من أيدي الخصوم والزبانية فهو يوم عيد. والرابع: اليوم الذي يدخل فيه الجنة ويأمن من عذاب الجحيم فهو يوم عيد. والخامس: اليوم الذي ينظر فيه إلى ربه فهو يوم عيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله